السلام عليكم مشاهدي الكرام، تحياتي لكم من ريماس شانل. نتمنى تكونوا بأحسن أحوالكم. متابعي الكرام، الناس العزيز عليا، الناس اللي تواصلوا معايا في الخاص على الصفحة ديالتي الرسمية بالانستغرام اللي هي ريماس شانل 200. الناس اللي ما كيعرفوهاش يدخلوا عندي الانستغرام ويتواصلوا معايا في الانستغرام. مرحبا بكم. فبزاف ديال الناس باغيين يعرفوا التطورات ديال قضية الفنانة دنيا بطمة والأخت ديالها ابتسام بطمة اللي رافعينها ضد سعيدة شرف وولد الشينوية. الجلسة للأسف كتأجل للمرة الثالثة لأن سعيدة شرف حطات شهادة طبية وما حضراتش، وولد الشينوية تا هو ما حضرش. علاش؟ بلغني بأنها قالت ليه بلا ما تمشي، أنا راني مقادة الأمور ديالي وضابطة الشغل ديالي وما عندك ما تمشي دير. ولكن السؤال المطروح واللي توصلت به هو أن سعيدة شرف دايرة 4 ديال المحامين، فاللي داير 4 ديال المحامين كيكون خايف من شي حاجة، اللي داير 4 ديال المحامين كتكون في كرشو العجينة. حنا كنعرفوا أن سعيدة شرف شجاعة وما كتخافش، والدليل هو نهار الندوة الصحفية كانت دارتها بوحدها بلا حضور المحامي ديالها اللي كان آنذاك النقيب الصباري. فعلاش في نظركم تتلجأ للربعة ديال المحامين؟ واش السيدة في كرشها العجينة ولا ماشي في كرشها العجينة؟ لأن كون كانت ما دايراش، كون كانت ما عندها علاش تخاف، كان أنها تحضر الجلسات، ياخدوا الأقوال ديالها ومريضنا ما عنده باس. وحتى هذاك القضاء وهذوك المحاكم المغربية راه ما يعني هي في غنى أن شي واحد يدير هاد الحكا ويبقى يضحك عليها ويبقى يستهزئ يطيح منها، لأن مني ما كتحضريش فإنك كتقولي لهم أنا فوق القانون، أنا ما كيهمني لا قاضي لا وكيل لا قضاء جالس لا حتى حاجة، أنا وبعد الطوفان. وهذا الشيء اللي كدير هاد سعيدة شرف. فجاء في مقال هسبريس، جاء على موقع هسبريس الإلكتروني: المحكمة تؤجل ملف بطمة وسعيدة شرف. علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر خاص أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أجلت اليوم الاثنين جلسة البت في الشكاية التي تقدمت بها الفنانة المغربية دنيا بطمة رفقة شقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة ضد كل من الفنانة المغربية سعيدة شرف واليوتيوبرز المثير للجدل رضا البوزيدي المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بولد الشينوية. وأبرز مصدر هسبريس أن الجلسة التي كان من المرتقب انعقادها اليوم الاثنين تم تأجيلها إلى غاية 4 من جنبر القادم بسبب غياب المدعى عليهما من جديد، مضيفا أن القاضي أمر بضرورة حضور جميع الأطراف خلال الجلسة القادمة التي ستكون الأخيرة قبل البت في الملف. وسبق أن أوضحت مصادر من هيئة الدفاع الإكسبرس أن القاضي قرر كذلك خلال الجلسة الماضية تأجيل هذه القضية التي تتابع فيها الشقيقتان بطمة الفنانة المغربية سعيدة شرف على خلفية قضية حساب حمزة مومبيبي والمؤثر ولد الشينوية بتهم السب والقذف والتجهير والابتزاز، وذلك لإصلاح خطأ في الشكاية هم عنوان وهوية ولد الشينوية. فصراحةً ما عرفتش هاد الإنسانة علاش ما كتحضرش، واش هي فوق القانون، واش هاد السيدة يعني عادي أنها تقوم بإهانة القضاء بهاد الطريقة والاستهتار بالجلسات بهاد الطريقة. وهاد الشي كيسبق وقلت لكم كان قالوا عليها المرحوم بوعشرين الله يرحمه نقيب المحامين العرب والمغاربة واللي كان قامة في تاريخ المحاماة المغربية، واليوم خارج ولد الشينوية كيتفطح علينا وكيبين زعما أنه ما مسوقش ديك القضية ديال أنا نيبالا. خير، صباح الرزق والتيسير. كي دايرين؟ هانيا، صباحكم مبروك. والله إلا اليوم صباح بكري فايق. ها عندي ليا خيتي، كي صبحتوا اموركم بخير ان شاء الله بالرزق والتيسير. تبارك الله على الشيوه، تبارك الله عاطيه. ما نعاودش لكم، جاب الله سد الشراجم، ولكن الغبره عرفتي الغبره تدخل من تحت الشراجم. نهاركم مبروك بالرزق والتيسير، وباش ما تمنيتو يا ربي تنموت عليكم، تنحمق عليكم، احفظكم ليا ان شاء الله. هاد الشتا تدخل عليكم بالرزق وبالتيسير باش ما تمنيت يا اختي. عرفتي راه قال لك الشتا تجي وتجيب معاه الخير، واختي نشوفوا هاد الخير. وها القهيوه واجده، ها هي. ايوا خليكم معايا.
ها هو إخوان الأخوات السيد ما مريض من حتى حاجة خارج كيستفز الناس زعما هاني، ولكن راه ما نحضرش وما غاديش نحضر. وطبعا هاد الشي راه بالأوامر ديال السعيدة، هي اللي عاطيه الأوامر باش ما يحضرش، لأنها كتقول بأن ضابطة الشغل ديالها وما عندهم ما يصوروا منها. وراه حتى نهار 4/12 الجلسة الجاية تقدر ما تحضرش، لأن كانت حطات بأن عندها حفلة في بلجيكا في ديسمبر. حنا نتبعو الكداب حتى لباب الدار، وحنا نفسنا طويل تنشوفوا هاد الشي باش غادي باش باش غادي يسالي، لأن فعلًا هاد الشي طلع علينا بالراس. و واش نقول لكم، ست كتحسن، ست كتحسن من الهضرة كتيرة وست كتحسن كي كنقولوا. فباي باي عليكم إخواني أخواتي، ما تنساوش لايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أحبكم في الله.